حبايب ديالي، توحشتكم كنحماق عليكم، كنتمنى لكم الخير والرزق الوافر، والله ينصركم على من عاداكم. المهم البنات، اليوم وصفات طبخ وتجميل اللي هي رائعه وكتحمر الوجه. اول حاجه غنقدم لكم هذه الوليمه، عندي مناسبه وعملتها وغنشاركها معكم. المهم البنات نعطيكم السر ديال الرز كيفاش كيجي هكذا مفرك وبنين وكيشعل هكذا، عرفتوا كيجي كيشهي. وكذلك اللحم كيفاش كيطيب هكذا محمر من الفوق ومقرمش، ومن الداخل كيبقى رطب وفتي، يعني ما كيجيش هكذا مقنزز وناشف، لا كيجي كيف ما كتشوفوا رطب وفتي وهشيش. طريقه اللي هي بسيطه ومميزه وفيها سر اللي هو ساهل فقط غتستعمليه، وفي اي وليمه غادي تعمليها، سواء خطوبه او لا في الدار ديالك بالقدر اللي كان ديال اللحم، كيلو جوج ثلاثه انتينا على حسب الاستطاعه ديالك. راه كيجي البنات فعلا كيحمر الوجه وغزال. وخلي هذه الوصفه عندك وراه غتحمر لك وجهك وتفكري اختك فيفي. المهم البنات غنبدا لكم بهذه الوصفه هذه، ومن بعد ان شاء الله غنشارك معكم خريجه اللي هي واعره وغزاله، وكذلك غنعتنيو بالجمال ديالنا اكيد. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا جبت من هنايا الزعتر عندي في البالكون. الا ما كانش الزعتر تقدري تستعملي اكليل الجبل اللي هو كنقولوا له اكليل الجبل، كنقولوا له اليازير ولا اللافندر، كل واحد كيقول له. المهم هنايا عندي الزعتر غسلته ونشفته، وجبت الصينيه الفرن اللي لفيتها بالالومنيوم اللي كيقولوا القصدير الالومنيوم، ودرت فوق منه ورق الزبده لان الالومنيوم ديك الماده ديال الالومنيوم ماشي صحيه. المهم جبت الكتيفه ديالي ديال العيد كيف ما شفتوا في الفيديو ديال العيد، قلت لكم هاد الكتفات راه غنخليهم لواحد المناسبات عندي. المهم البنات شديتها كامله يا اما بسكين اولا بمقص، كتعملي ليها هاد هاد الثقب هذه في اللحم ديالك، سواء كان كتف او رجل ولي على رجل، ما نقول زعما فخده سوري البنات. المهم غادي نعمل في الثقب هذه هاد الزعتر كيف ما قلت لكم، تقدروا تستعملوا حتى اكليل الجبل اللي هو يازير، وتقدروا تعملوا معاهم فصوص ديال الثوم. يعني في الثقب انا للامانه لقيت الثوم ما جبتهاش، ما عنديش، عملت غير الزعتر. مي من الاحسن تعملوا حتى الفصوص الثوم، يعني الدروس ديال الثوم تعملوهم غيجي احسن. المهم البنات كيف ما شفتوا معايا غادي فقط نسمو غير بالزعتر، ما غادي نعمل له لا ملح لا والو، لان لا عملتي له الملح في البدايه كتخرج الماء اللي فيه من الداخل، لا هذاك الشيء خليته من بعد. انا في الاول كنت غنرافقها مع الخضره صوتي مبخره وهادي ومشرمله، ومن بعد صافي ماما كيعجبها الرز قلبته رز، فهمتوني البنات. المهم هاد الطريقه تقدري تعمليها مع الخضره صوتي اولا مع الرز اللي بغيتي. من بعد كيف ما شفتوا من بعد ما شخشختي ما بالزعتر اختي تهليت في الكتف ديالي مزيان لفيته بورق الزبده من جميع النواحي من جميع المناطق اختي، ما نعاودش لكم، غلفتو تغليفه ديال الله والحق عبصله ومغلفه. المهم البنات كيف ما شفتوا معايا من بعد عملت عليه القصدير اللي هو الالومنيوم اللي كيقولوا له خوتنا العرب القصدير. المهم البنات كيف ما شفتوا خاص ديك المرقه اللي كتخرج من هذا اللحم ما تخلطش لينا مع هذا الالومنيوم، ماشي صحي. وغندخلوا الفران، كتدخليه الفران على درجه حراره 230 ولا 220 الاخر الطوبي ديالك د الفران، كتدخليه 3 ديال الساعات البنات، صافي 3 ديال الساعات. وفي هذه الاثناء هذه البنات ملي دخلت الكتف ديالي الفران، هنا جبرت الرز كيف ما كتشوفوا معايا، هنا راني رقدته تقريبا عليه واحد الساعه د المكانه في الماء. من بعد كنغسلوا الغسله الاوليه وكنعملوا فيه الماء حتى كنغطيوه بالماء وكنخليوه شي ساعه د المكانه هيداك، وكنعاودوا نجيبوه بحال هكذا نحكوه كيف ما شفتوا، ما حكيتو باليدين ديالي باش نخرج منه ديك النشا، لان ديك النشا اللي كتبقى فيه هي اللي كتخلي الرز يجينا معجن وملصق. هنا البنات غادي نصفي له الماء ديالو، شفتوا راه بحال الحليب، الماء بحال هكذا خصو يكون، ضروري تحكي بين اليدين ديالك. المهم غسله الاوليه كتسيبيها وكتعملي الماء كتغطيه به، وعاد كتجي ساعه ولا 2 ساعات ولا 3 ساعات كتخليه شحال ما خليتيه مزيان، وعاد انا شديته حكيته بين اليدين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا وصفيت هذيك الماء. هاد الماء هادي عرفتوا راه واحد الوصفه جماليه اللي غنزيدوا عليها مكون واحد وغتعطينا عرفتوا واحد المحلول رائع للشعر وللبشره. ما نعاودش لكم البنات، راه شي حاجه اللي غزاله وغتشوفوها حصريه على القناه ديالي، وجربتها وانا متاكده غتشكروني على عملوها ليكم والبنيتات ديالكم. مي باقي نزيدوا عليها ان شاء الله واحد المكون واحد اللي موجود وخاصه في هذا الوقت هذا. المهم تفكروا معايا حتى الاخر. دابا انا غنمشي نعملها في الثلاجه ديالي، وملي غنكمل ليها ان شاء الله التحضير ديالها راني غادي نقدمها لكم خلال هاد لا فيديو نيت. المهم البنات الرز ملي تنقعيه في الماء 3 ديال الساعات على الاقل وتحكيه بيدك حتى تخرجي له ديك النشا كامل، ما تسيبيش نشا كيف قلت لكم، داك الماء ديالو راه واعر 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 في التجميل.
ودابا غندوز معكم الطريقه والسر ديال الرز البنات كيفاش كيجي لذيذ ورائع. هنا كتشد هنا خديت جوج ديال البصلات شلطتهم مزيان، يعني قطعتهم لقطع صغيره كيف ما كتلاحظوا معايا، صغيره بزاف. انا هنا دوزتهم غير في الطحانه ديال البصله، يعني المهم بحال هكذا كيف ما كتشوفوا نشلضوهم مزيان وعملتهم في الزيت ونحطهم كيتقلاو، غنزلهم هكذا كيتقلاو. هاد ويلي على الشلاضه، هاد البصله البنات جاتني مع البصله الشلاضه، فهمتوا؟ خليوها تحمر، ديك التحميره ديالها كتعطي واحد اللوغو مزيون في الرز. هنا جبت هاد البهارات هادو ديال الرز، ممكن عصيت سيدنا موسى والابزار حبيبات، وكذلك القزبر حبوب والكيمون حبوب بحال هكذا، وكاينه شي لعيبات هكذا وقعقله وبسبيسه. يا اختي المهم كيف ما شفتوا البنات فين كتبدا تحمر بحال هكذا، راه عملت معاها جوج ديال الفصوص ديال الثوم، حتى هما البنات قطعتهم مزيان شلطتهم مزيان، وضيفي عليها هاد المكونات هذه تقريبا راه وريتها لكم ساهله. وعصيت سيدنا موسى، الا كانت عندك شي عويدات ديال القرفه حتى هما ضيفيهم صافي، والملح اكيد الملح صافي. هنايا البنات غير تحمروا حيدتهم، لان هاد المقله عندي كتحافظ على السخانه باش ما يتحرقوش، كيتحمروا كيفوتوا الحموريه واحد شويش بحال هكذا. هاد الزيت هذا غنصفيه. شوفوا البنات السر هنايا، شوفوا هانتوما ركزوا معايا مزيان، راه هادشي ما عمرش حد ما عطالكم هادشي. انا الطبخ عندي واحد طريقتي في الطبخ ويلي اليوم غير سيروا على نقول شي عجب. هنا البنات كنت صفيت الماء الاولي ديال اللحم، صفيته لان ديك الماء ديال اللحم ريحه اللحم انا ما كنحملهاش. هنا زدت غير شويه، يعني خليت اللحم هكذا في الفران شويه كيطلق لي ديك الماده ديالو الثانيه، الاول كنحيدو. هنا ضفت شويه من ديك المرق ديال اللحم مع جوج الملعقات ديال هنايا اي محلول غازي عندك، مشروب غازي عفوا، اي مشروب غازي، كوكاكولا، اي مشروب غازي عندك، ضفت منه جوج ديال الملعقات، وعملت ملعقه ديال صويا صوص، وعملت الملح صافي، شويه ديال الملح ضروري، وهنا شويه ديال الابزار صافي. البنات هاد الخلطه هادي راه عرفتوا عاود ثاني تقبت يما. انا اليوم عرفتوا خديت راحتي هنا جنجنت على هاد الكتف المهم البنات عرفتوا علاش تقبتوا، تنبغي شويه نضحك معكم باش هذيك لاصوص تدخل لداخل. هانتوما شوفوا كندخلها لداخل بديك التقيبات، لاننا في الاول ما عملنا حتى شي حاجه، يعني اللحم بقات طبيعيه باش كتحافظ على الماء ديالها من الداخل. هنا صافي سقيتها بهاد الصوص هذه اللي عدلتها. وعرفتوا هاد الصوص البنات نوصيكم وصيه وسر، وبقاو هكذا تستعملوه وتفكروني. صويا صوص اي حاجه دهنتوها بها، سواء جداد يعني الدجاج اولا اي لحم اولا اي حاجه بغيتو تحمروا ودهنتوه بها، راه كتعطي واحد القرمشه واحد اللون مذهب خطير واعر. المهم البنات هنايا جبت القدر ديالي، هذه الطنجره ديال الضغط، وضفت لها ديك البصله هذيك اللي حمرتها هي والثوم كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا غنزيد عليها غير هنا كاس ديال ديك المرق صافي، المرق ديال اللحم، فهمتوا البنات؟ باش كيجيني اللوغو عاوتاني ديال اللحم في هذا الرز هذا. كنخلطهم مع بعض. زيت الصويا صوص عاوتاني، اللي ما عندوش ماشي مشكل. المهم ضفت عاوتاني البنات، ما ديروش الملحه بزاف لان الصويا صوص كتكون شويه مملحه. حتى الاخر غنوريكم الطريقه كيفاش تقيسوا الملح ديالكم قبل ما يطيب الرز. هنايا الرز البنات كنخليوه على جنب، ملي كنحيدوا لها الماء كتنشف هكذا. شفتوا البنات هذه راه تقريبا كطيب لك نص طيبه. شو هكذا مفركه كنضيفوها على هذه المكونات هذه ديك الرز. صافي وكنحركو مزيان حتى كنلبسوا ديك المرق بالحبيبات ديال الرز. ودابا غادي نضيفوا الماء اللي يكون طايب. شفتوا البنات الماء يكون طايب حتى نغطيو الرز ديالنا، نغطيو تقريبا بهذيك الاصبع ديالنا تقريبا هذاك. المهم انا غنوري لكم. كنزيدوا الملح ولكن حتى كنقيسوا ديك المرق، هذاك المرق كتقيسي هنا نصف الاصبع ديالك بحال هكذا يكون فوق الرز ديال الماء. مثلا العبار يعني هاد التميره ديال الاصبع يكون نصف ديالها فيت الماء فيت الرز، لانه منقوع وشارب الماء، محتاجش تعملوا الماء بزاف. صافي كنسدوا عليه الطنجره ديال الضغط مزيان، غير كدور السفاره كنطفيو وكنخليو داك الضغط يزيد يطيب لينا الرز. هنا عندي انا هنايا البرقوق عندي تنشريه طايب تقريبا كيتباع بحال هكذا معلب. صافي كنضيف له حتى هو شويه الماء والقرفه وشويه السكر. في البدايه كنضيف له القرفه والسكر، شويه ديال الابزار، كيعجبني اللوغو ديال الحلاوه مع الحروره، وكنضيف له شويه ديال الزيت صافي وكنحطو يطيب.
صافي كيجي واعر هنا خليتها صافي حتى ديك الضغط ديك النفس ديال الكوكوط مشات. مره هنا كنوريكم المشماش عملت له حتى هو غير شويه ديال السكر وخليته مع شويه ديال الماء ديال المرق. ها هو الروز البنات كي مقولي على الروز. بنقول لكم زعما البرقوق انا راه قلت لكم شوفوا انا راه طبيعيه معكم ما كاين لا قطع لا والو. خلي اختي عايده اركب الصوت عايده لا غلطت راكم عارفين راه اللسان ما فيه عظم. هنا البنات عاوتاني المهم بالنسبه للتزيين زيني كيف ما حبيتي وبغيتي. شوفوا البنات كيفاش كيجي اللوين ناري على اللوين اختي. اللوين عرفتو كيشهي ما نعاودش لكم. هنا عاد فتحت على الروز غنشوفوه واش طاب لينا. هانتوما البنات راه خليت حتى الضغط هنا شوفوا كيفاش جا حبه نطح حبه صافي مره واحده كيطيب ماشي تخليه بزاف ولا لا. هانتوما كتجي ما ملصق ما حتى شي حاجه صافي غير تسدي عليه عملي الماء فوق منه سدي عليه الدور الصفاره طفي وخلي ديك النفس تزيد واحد نص ساعه ولا عاد فتحي عليه. شوفوا هنا كنوريكم القرمش راه كيجي مقرمش من الفوق ومن الداخل فتي. والسر هي ما تعمليلوش له الملح في الاول. الا بغيتي مثلا في الاول تعملي لي قامه مثلا كامله دهنيها به الا الملح ما تعمليش حتى من بعد. فهمتوني البنات. وهنا غادي ندوز للمرحله ديال التزيين. غادي نعمل الروز كيف ما كتشوفوا معايا. هو الاولي انا كنت غنعمل الخضره صوتي كيف ما قلت لكم البنات ولكن ماما قالت لي لا بنتي عملي لنا غير الروز حسن كيعجبها الروز. وبالمناسبه البنات المناسبه دابا الليله اليوم جنات عندها عيد الميلاد يعني ما غنعملهاش الطرطه دابا العشاء الليله اللي خلقت فيها كندير العشاء اولادي كاملين والغدلين عاد كنحتفلوا. انا ما غنعملش الطرط حتى من بعد حتى تدخل المدرسه باش نعرض على صحاباتها وداكشي لانهم دابا عطله. دونك انا عملت هذا العشاء هذا على شرف الام ديالي ما بقى ليها والو تمشي الغد لي يعني باقي لها يومين وتمشي. وبنتي كذلك عندها عيد الميلاد. هنا البنات كيف ما شفتوا جبت اللوز وجبت اللوز فيلي كنت حمرته شويه في المقلاة وجبت هكذا البرقوق ديالي صافي كنعمل وحده فيها اللوز فيلي وحده ناشفه ما فيهاش يعني ما فيها والو والمشماش. يعني هذه غير طريقه بنوري لكم ديال التزيين الا عجباتكم. راه كيجي المنظر ديالها راقي وكتجي رخيصه ساهله. شفتوا البنات كيجي الطبق ديالكم هماوي وفي نفس الوقت ما غاصرينش عليه بزاف يعني ساهل داكشي بسيط. انا الصراحه داكشي اللي عندي في البيت هو اللي استعملته والله ما زدت شي حاجه من ما تاخرت محزانونه. الكتف ديال العيد راه قلت لكم في العيد البنات راه غنخليها جوج الكتفين كل واحد عندي به وليمه يعني مخمه شنو غادي نعمل له. هو المراه اللي تكون حادقه ونص هي اللي تعمل دوير زمان وتعرف كيفاش تخلي يعني كيفاش شوفوا راه التدبير مثلا راه ماشي مثلا كنجمعوا غير في المصروف راه خاصكم البنات تبقاو تعلموا حتى الكوزينه تجمعوا فيها. يعني مثلا تبقاي تجمعي مثلا كاينين نساء اللي حادقات وما عندهمش مثلا اللي الله يحسن العون دابا راه كلشي ولا غالي يعني الله يحسن العون. كاينه دابا اللي تتفكر من دابا لرمضان اللي ما عندهاش مسكينه كنشري كل شهر مثلا مره كيلو ديال اللوز مره كيلو ديال الزنجلان مره هذه حتى كنجمع الاقامه ديال الصفوف مثلا او لا كان عندي شي عيد او لا شي حاجه كنجمع لها على بكري. فهمتوني البنات. هنا حمرت اللوز من بعد ما عملته في الماء طايب واحد 5 ديال الدقائق زودت له الجلده القشره زعما زودت له القشره وعملت له هيدا الزيت وعملته في الزيت بارده. خاصك يعني تعمليه في زيت بارده تحمريه مع الزيت اوتوماتيكمون في نفس اللحظه ماشي تسخني الزيت عاد تعمليه هو لا. وحتى كتكوني نشفتيه قبل المهم راه كلشي كيعرف كيفاش يشوي ولا يحمر اللوز. فهمتوني. هنايا تشكيت ديك اللوزه تشكيتهم هيدا في ديك اللحم بحال هكذا باش يعطيوني واحد المنظر هكذا مزيون. المهم البنات قولوا لي كيفاش جاكم الديكور من اختراعي. انا ما عمري ما شفت هادشي في شي قناه اقسم بالله العلي العظيم. هذه راه هوايتي الطبخ من الهوايات اللي كيعجبوني وسبحان الله انا راه في الطبخ الناس اللي قرابين لي عارفيني اللي عملتها كتجي هذيك. اصبح الخير عليكم الحبايب ديالي. المهم اليوم نهار جديد غنشارك معكم واحد الفلوق البنات واحد الدويره واعره في امستردام غزاله. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا انا ضروري اتي على الصباح اتي اختي واحد الكويس مشحر مكشكش من داك الشيء الرفيع. المهم عملت لهم هنا البيضات حجرين يعني مسلوقين في الماء واخرين مقليين في الزيت وعاد زدت عليهم زويته بلديه. وهنايا الجبن نزلت لهم الشوكولاط والميميلادا والبينداكاس والجبن ديال الكيري وديال فيلاديلفيا راكم عارفين كيعجبني. وهنا عملت لهم باكيت ستيت كنشريه نص طايبه طايب من سوبر مارشي وكنزيد نطيبو في الدار كيجي طري وسخون. المهم البنات غير غادي نفطروا ان شاء الله غادي نخرجوا لان اليوم عندنا البروغرام مزيون. المهم البنات كيف ما شفتوا نضت
فطرتهم البارح، شاركت معكم العشاء اللي عملنا. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا دوشت الجناتيه الاوليه من بعد ما فطرنا، وكنصبغ لها بالضفيرات ديالها في الغوز بحال الكسيوه ديالها اللي قلت لكم عندها عيد الميلاد. ما عملتش الطارت البارح، ولكن اليوم معايا غنخرجهم نساريهم هما وماما. ودائما كتسولوني على الشعر ديالها. المهم البنات راه اليوم الوصفه واعره جربوها وردوا عليا من داكشي. راه كتشوفوا حتى انا شعري تبارك الله قوي وبدا كيطوال. هنا سيمو كيساعدني دائما كيقطع الوليدات الدفرين ديالهم، وانا غنسالي مع جنات غندوش الوليدات هما الاولين وانا هي الاخريه، وغادي نخرجوا. وها نتوما معانا ريان دائما ملي كيخرج كيهز الكره كيحماق على الكره. كنتمنى ان شاء الله يخرج شي لاعب كبير كيموت على الكره. المهم البنات رحنا خدينا القطار السريع دغيا كيوصل. ما وصلنا دغيا كنا عندهم واحد البلاصه مزيونه ديال اللعاب سميتها مونكي تاون، ولكن قلنا ما يلعبوش بزاف دونك بدلنا البروغرام. المهم انتم معنا دابا حنا وصلنا لامستردام وغدوزوا معنا فيها وقيتات زويونين. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم تستمتعوا معنا في المشاهده. وها انتم معنا ماما حدايا حتى هي ماشيه معنا، وخليكم معنا. ودابا غنعمل لكم واحد الجوله هنايا في هاد سنترال ستاسيون. عرفتوا السقف ديالو كله فحال المرايات، غزال وليهن كاين الواد كبير في بحر داخل في بحر. المهم على ما اظن المهم البنات كلشي جار الماريطات ديالو مسافر. قررت انا نسافر عي داخل هولندا، غنسافر البنات غير في هولندا وغندوزكم جوله معايا. وها نتوما معانا. ايوا المهم الحبايب ديالي كما شفتوا معايا جينا نحتفلوا بعيد الميلاد ديال جنات. المهم قلنا لها اختاري شنو بغيتي تختاري. اختاروا الشيبسات كل واحد الشيبس ديالو والمولاده ديالو. وشنو عملنا حنايا ناخذ لهم خاصنا نجيبو حتى الصوص. مشينا خدينا المايونيز بالثوم والربيع وهذا كيتشوب حتى هو الصوص ياك الصوص والكيتشوب عاودت. المهم داكشي ماشي صحي دابا عيد الميلاد اختي ماشي مشكل. يلا ريان ريان هو اللي كيصورني. تحيه ليه. وها سيمو ها ماما وها جنات وها عمران. سيمو سلم عليهم سيمو. السلام عليكم العائله، كي دايرين لاباس؟ قبل ما تسلم عليهم السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ صحة مزيان. صحة مزيان خلا عمران. يلا قول عمران انت ويسلم عليهم. سلام. أجواء رائعة. عمران قول أجواء رائعة. أجواء رائعة. جنات تبغي تقولي؟ حابة تكونوا معملوا لايك وسبسكرايب. وشوف فيهم قولها بجد. عملوا لايك وسبسكرايب هافك وسعيد ميلادي. كيخصكم بزاف كيما كتصدقوا. المهم جنات راه عندها الهضره العربيه بشكل. دخلوا الصندوق الوصف. لا دخلوا الصندوق الوصف. كيقول دخلوا صندوق الوصف وما عارف لا صندوق وصف لا حتى شي حاجه حتى يهضر. هاكا ماما بسم الله اختي بسم الله. جانا هديه لختينا تحتيها. هاكا حبيبتي هاكا عمران هاك ماما دباسة بصح
هكا شي أجواء حاجه رائعة في الطبيعة. اجواء رائعه في الطبيعه. يلا نمشيو للطبيعه. شوفوا الناس عايشه الحياه اختي. هانتوما الدنيا عامره مطرطقه. عرفتوا هذا البارك راه كبير بزاف، راه على اسم واحد الشاعر ولا واحد شفتوا البنات؟ شوفوا البنات هما كيلعبوا. عرفتوا البنات انا فين ما مشيت مدوره عليا الحمام ولا الطيور. اغلب الفيديوهات واقيلا ما كنكون خارجه. يلا جلس جنات حدا عزيزه، جلس انتينا وغيجيو يحطوا سيب لهم شويه في الارض من يدك وغيجي. راهي ما بغاوش يطلعوا له في يده كيخافوا من العب. شو ماما مركبين لها فوق الركبه ديالها. المهم البنات من بعد ما لعبوا العواول مزيان وساليت ماما مزيان، خساره ما كتبش نركبوا في الباطو. كان مقطع الزوج ديالي وكيفاش تانوا لداك التقطيع في الانترنت ما فهمناش كيفاش. المهم حاولنا ندوزو اجواء زويونه. ودابا كنا غنمشيو ناكلوا الحوت ولكن باقيين شبعانين، وماما قالت لي باقي من العشاء د البارح يعني الكتف علين باقا كامله، نمشيو ناخذوا غير شي حاجه هكذا للعواول. المهم غنمشيو ناخذوا في كيافسي ديك الديسير وديك الشيء نتوما غتشوفوه معنا، وغنعمل لكم دوره هنايا في العشيه كيفاش كتكون امستردام، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. مرحبا عليكم، خليكم معنا. بعضياتهم شي كيقول ماكدونالدز، شي تيقول كيافسي. المهم في الاخر اتفقوا على كيافسي. قالت لي ماما انا تعجبني الديسير ديالهم وشلاضه ديالهم. قلت لها واخا ماما. المهم مشينا هنايا جلسنا خدينا الديسير وشلاضه وديك الشيء. قالت لي انا الدجاج ما ناكلوش هنايا في هولندا. تمشي اختي لا كان في الدار ديالك واخا كتجيبوه من عند المغاربه. عرفتوا ما تصبح. قالت لي هنا انا متاكده شي راه حلال. عرفتوا عطيتها وراه داك العظيمات، عطيتها واحد جنيه واحد كلاتو بزز. قالت لي واش بغيتو تجيبوني حتى لهنا وتكفروني؟ ونكفر. قلت لها ماما راه بحال هذا بحال ديال المغرب. قالت لي لا المغرب يقدر يكون على طريقه اسلاميه لانه في بلد اسلامي، هنا انا ما متاكداش عندي الشك. المهم صافي خليتها على راحتها. كلات الشلاضه كيف ما كتشوفوا معايا عجباتها، كتعجبها اصلا ديجا. دائما كانت كتاخذوا ابتسام كيعجبها هي كيافسي وماكدونالدز وديك الشيء كامل. المهم الاغلبيه ديال الشباب كيعجبهم الاكل في الزنقه وهذا الشيء هذا. وكانت كتاخذ لا كلاص. قالت لي ماما كتعطيني حتى لا كلاص ديالها دونك المهم كيعجبها. المهم جينا هنايا الوليدات خداو كلاو الفريتو تعشاو لانهم غيمشيو اكيد راه غينعسوا نيشان. حنايا باقي كاينه الوليمه اللي وريت لكم د البارح. الا جانا الجوع نعاودو نزيدو نسخنوها لان دابا البنات الصهد ما كيجيناش نعس بالليل، واكيد اننا نسخنوها تما. راه ماما متاكده انها حلال يعني تقدر تاكل. مي دابا والله حتى باقيين شبعانين. المهم هادشي كامل البنات يعني ما غاليش بزاف، شي 50 هاد لا كلاص وهادشي اللي شفتو كامل. ولكن حنا ما بغيناش الدجاج انا وماما، ما باقيين شبعانين يعني ما خديناش بزاف ديال الدجاج، ما كانت تكون كثر الثمن. عرفتوا البنات دابا 11 ديال الليل، 11 ونص انا باقي في امستردام ناري عليت. ولكن داز النهار واعر ومزيون. هانتوما دابا حنا في المحطه ديال التران. لا اختي خصني الطوموبيل. ويلي كانت عندي الطوموبيله في المغرب ملي كنت في المغرب. التليفون راني ما ماسحاش الماسك ما مضبط. دابا كنتسناو في التران يجي ديك الجهه اخرى غيجي التران اللي يمشي للمدينه اللي حنا فيها.
المهم البنات دغيا وصلنا للدار، عروسات الوليدات غسلوا سنيناتهم وصافي هما كانوا شبعانين مشاو ينعسوا. انا بدلت عليا ودوشت من ديك التمره ديال النهار كامل، عرفتوا مع الوليدات كتحضيهم وهادي وتقابليهم واخا كتكوني خارجه راه كتعيي. هنا البنات خرجت ديك الروز اللي كان بقى لينا من العشاء د البارح، خرجته صراحه راه ما غناكلوش هادشي كامل، حنا جينا يعني بركه شبعانين، ولكن ضروري راه كتعرفوا يعني معايا ماما وهادي ما نقدرش ما ننزل والو. واخا هي ما بغاتش تاكل ديك الدجاج ديال الكيافسي، قالت لك ناكلو في المغرب ولكن هنا ما تعقدش. المهم البنات هنايا ها كتشوف كيفاش بقيت مغلفه وداكشي من البارح، يعني بقى عرفتو بقى بحال لي عاد مطيبه، لانه كان داكشي اللي بقى ديك الساعه هذاكتو في الثلاجه. بهذه الطريقه هذه كتبقى الماكله عرفتوا بالالومنيوم وبالورق الزبده كتبقى بحال عاد مطيباها، ما كتشم لا رائحه من الثلاجه لا والو، حيتاش ما عملتوش في الكونجيلاتور، لا عملتو غير الفوق حيت عارفه الغد لين غناكلو. المهم البنات غادي نسخنوا دابا في الفران، غنعمل عليه الورق ديال الزبده، عاد غندخلو الفران باش ما يجيش مقرمش ومقنزز، لا كيبقى طري. وعملت معاه شويه شلاضه، وغادي نعمل البطيخ نهادكو. حنا قصارين دابا الصيف كيف ما كتعرفوا، ماما عندي كنحاولوا نبقاو سهرانين وقصارين داكشي، وما كيجيناش اصلا نعاس بالصهد. المهم واش نتوما البنات بحالي انا ما كيجينيش نعاس بالصهد، ما كيكون صاد. المهم البنات كنوري لكم كتزيد شويه د اللحم، اختي كتزيد شويه د المشماش، شويه د البرقوق وكتاكلي. يا اختي ما نعاودش لك المذاق يا سلام. المهم سمحوا لي الا شهيتكم، كنبغي نعمل لكم هكذا باش نتوما تحفزوا وتطيبوا وتجربوا وتردوا عليا. المهم الحبايب ديالي هنا كنت اللوز فيلي حتى هو خبعته، وخبعت شويه د المشماش والبرقوق داكشي اللي بقى حتى هو مونطيته بحال هكذا. ودابا غننزلوا عليهم وغندخلوا في الفران يتحمر لينا، وها حنا دابا غادي ناكلوه. والمهم جربوا البنات راه كتجي الطبخه غزاله، ومن بعد غنشارك معكم الوصفه ديال الشعر كيف ما وعدتكم. الحبايب ديالي هاد الوصفه هذه حصريه وعلى القناه ديالي، وعمر شي قناه ما قدمتها ولا شفتوها من بعد في شي قناه عرفوا راه ديالي، يعني الاصل ديالي البنات، شي حاجه اللي السر ديالي واللي كنشاركها معكم من الاسرار العجيبه لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه ليكم والبنيات ديالكم وحتى الازواج ديالكم. حتى اللحيه اللي كانت عند الرجل وبغات كتف عطيوها له يعني خوتكم ولا. المهم البنات هنايا كيف ما كتشوفوا معايا جبنا الحبه ديال الذره، كيف ما كتشوفوا دابا وقت الذره غتقشريها بحال هكذا وغتوضعي اللب ديالها. هنا عملت غير حبه وحده راه تكفي، عملت الوسط ديالها كيف ما كتشوفوا القشور اخرين حيدتهم وديك الشعيرات اللي كتكون لاصقه فيها. وهنا جبت الماء ديال الارز، راني وريتكم في لا فيديو في الوسط ديال لا فيديو كيفاش استخلصت، شوفوا النشا كيفاش هبط لتحت، كيفاش استخلصت عفوا هاد الروح ديال الماء الارز او النشا ديال ماء الارز مع الماء ديالو. شفتوا كيفاش كيجي حليبي؟ هذه هي الطريقه الصحيحه باش تستخلصوا ماء الارز. من بعد كنوضعوا هاد المكونين على نار متوسطه ونسدوا عليهم ونخليو فقط 5 دقائق ويلي وحدي 5 دقائق حتى كيغلى، وكنخليوه ليله كامله. ومن بعد كنعملوه في بخاخ، كنرشوا على الشعيور ديالنا يكون الشعر نقي. المهم البنات هاد الوصفه راه عجيبه، كتكتف الشعر بسرعه وكتقوي وكتطولوا حتى كترطبوا. عملوها لكم وللبنيتات ديالكم، رشي شحال ما بغيتي، هذا ما عندوش قانون، رشي في الليل في النهار فوقاش ما بغيتي وخليه حتى ينشف، راه غزال بزاف. قد ما عملتي قد ما كيعطيك نتائج روعه. هنا كنوريكم البشره ديالي، عملت واحد الماسك، ولكن البنات جا الفيديو طويل ما غاديش نشاركو معكم اليوم، ان شاء الله حتى الفيديو المقبل ونشاركو معكم. ننتظروا الجديد البنات. وهنا كنمونطي هذا الفيديو اليوم كنت جالسه وانا نقول علاش ما نشارك مع البنات النتيجه من بعد ما دازت البنات راه 29 يوم باش كان هذا الفيديو هذا، باش دابا هاد اللقطه هذه كنوريها لكم. شوفوا البنات تبارك الله، شوفوا القوه ديال الشعر. الحمد لله ربي حقق لي الامنيه ديالي، قطعت شعري وبقى فيا، ولكن ها نتوما قطعته باش يقوى باش نزيد نتهلا فيه. واي حاجه كنشاركها معكم، وكيقول واحد المثل وعلى نياتكم ترزقون. انا كنبغي نفيدكم البنات وربي كذلك كيفيدني، لان اي طاقه طلقتيها في الكون ديال المساعده ربي او كيساعدني. الحمد لله والشكر لله. وما تنساوش البنات بارطاجيو الوصفه باش تعم الفائده وانتم ربي يعاونكم. وهنا كنوريكم الاظافر ديالي، شوف تبارك الله طويله، تبارك الله طويله طبيعيا. انا ننزل لكم وصفه في القناه الاخرى ديال فيفي بيوتي، ننزلها لكم ونقدر نخلي لكم رابط في اول تعليق، انا باقا ما نزلتهاش. عملوها كذلك على الشعور ديالكم، الاظافر ديالكم راها روعه. وحالكم الى الملتقى.